بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حكايتنا النهارده مع عيد الصليب، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الصليب. بركات الصليب تحل عليكم وعلينا دايما يا رب. فكانت في سيده متذمره دايما على حياتها وتقول: ليه انا بيحصل لي كده؟ ليه انا الوحيده اللي بقع في المشاكل؟ ليه انا اللي شاربه المر طول عمري ومش شايفه حاجه حلوه ابدا بتحصل لي؟ فكل يوم تعاتب ربنا قبل ما تنام بالعتاب ده، وتقول له: انت ليه سايبني وحدي؟ انت ليه بتدي النعم والخيرات لناس وتسيب الناس؟ وطبعا اكيد ربنا بيسمع شكاوي القلب كلها، واكيد بيرد بطريقة عجيبة جدا على الامور اللي بتحصل لنا، ان كانت بالرؤى والاحلام او بمواقف ناس قدامنا. فطبيعي ربنا هيرد اكيد، وهيعرفنا ايه هو السبل الكويسة لكده. وفي مرة من المرات وهي صاحية وكبس عليها النوم وغلبها بالفعل النوم، فحلمت ان هي بتشوف ان السما اتفتحت، ولقت صلبان كتير جدا محطوطة، وكلها كل الناس شايلة صليب منها، وكل واحد عارف الصليب بتاعه. لكن هي الوحيدة اللي ربنا قال لها: روح اختار الصليب اللي تقدري تشيليه واللي تقدري تحمليه. ومن بين كل الصلبان الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والحلوة والكبيرة والمتزوقة أشكال كتير، يعني أشكال كتير، وطبعا كلها أحلى من بعضهم. لكن هي بصت بعمق شديد وراحت بصت لقت صليب صغير جدا جدا، فراحت له بسرعة وقالت: يا رب أنا هختار الصليب دوت، لأن هو ده اللي عاجبني، وهو دوت اللي على مقاسي، وهو ده اللي أنا أقدر أشيله، لأن قد كده شكله عاجبني وأنا حاساه إن أقدر أكون شايلاه بخفية وبحرية شديدة. فساعتها بصلها ربنا وضحك لها ابتسامة خفيفة كده وقال لها: طب انت عارفة ان هو ده بالفعل الصليب اللي انت شايلاه؟ ربنا نقلك اصغر صليب، في ناس صلبانها كبيرة جدا ومش قادرة بالفعل تشيلها، لكن بعينها طبعا على شيله، لكن انت بالذات عشان انت عايشة وحيدة، فانا خليتك تشيل الصليب الصغير اللي على قدك، واللي انت بنفسك لسه قايلة انك تقدري تشيليه وتعدي بيه كل المحن على خير، لاني انا دايما معاكي، دايما انا قدامك، كل خطوة بتخطيها بكون انا قبليها. وصدقيني انا شايلك كتير من ظروف صعبة، وانت بنفسك اخترت الصليب الصغير اللي هو على قدك واللي هو تقدري انت تشيليه.